بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدي وحبيبي ونور قلبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وأنتم طيبين. يعود عليكم الأيام بخير، رمضان كريم. إزاي آخد علاج السكر في رمضان؟ علاج السكر بينقسم لنوعين، يا برشام يا أنسولين. تمام؟ برشام السكر بينقسم لأنواع. في انواع من برشام السكر بتزود حاجه اسمها حساسيه الانسولين، وفي برشام بيفرز انسولين. تمام؟ البرشام اللي بيفرز الانسولين زي الاماريل والدوانيل والجلايمبرايد بلس والدايامايكرون والداياميديزين، الحاجات دي كلها دي بتفرز الانسولين. لما بتفرز الانسولين السكر بيوطى، فالادويه دي بتتاخد قبل الفطار. احنا بناخدها قبل الفطار. في الفطار في رمضان هناخدها قبل الفطار برضه. تمام؟ عشان خاطر ما ينفعش ناخدها قبل السحور، فناخدها قبل السحور هتفرز الانسولين، السكر هيوطى، هنهبط في الصيام وكده. تمام؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، في ادويه بتزود حساسيه الانسولين. تزود ايه؟ حساسيه الانسولين زي البايوجليتازون او الجلوكوفاج. الادويه دي مفيش مشكله، ممكن تتاخد قبل السحور عادي. تمام؟ في ادويه زي الجالفاس والديبافالي والشوجر لو والحاجات دي ممكن تتاخد فطار وسحور عادي. يعني لو انت بتاخد حبايه قبل الفطار وحبايه قبل العشاء، خد حبايه قبل الفطار وحبايه قبل السحور. تمام؟ تمام. طيب في ادويه اسمها اس جي ال تي 2 زي دايكوريماب، الامباجليفلوزين، الداباجليفلوزين. تمام؟ الادويه دي شغلانتها ايه؟ دي لما انت بتاكل حاجه فيها سكر والسكر بيطلع في الدم، الادويه دي بتاخد السكر اللي في الدم وبتنزله في البول. تمام؟ الادويه دي ما بتهبطش السكر، ولكن بتخليك تعمل حمام ميه كتير. تمام؟ طيب بتخليك تعمل حمام ميه كتير، فدي برضو يفضل ناخدها قبل الفطار عشان خاطر تقدر تشرب ميه تعوض الميه اللي انت بتنزلها فيه بسبب الدواء. لو خدتها قبل السحور هتفضل طول النهار تعمل حمام ميه وممكن يجيلك جفاف بسهوله. تمام؟ طيب لو انت بتاخد انسولين، بص يا سيدي، لو انت بتاخد انسولين المفروض ما تصومش. تمام؟ طب انت مصمم هتصوم، اوكي مفيش مشكله. عندنا نوعين من مرضى السكر اللي بياخدوا الانسولين. في حاجه اسمها الانسولين النوع الاول والنوع الثاني. النوع الاول اللي هو بياخد اللانتوس، بياخد مره بالليل ومره قبل الوجبات. تمام؟ ده هياخد نفس جرعه اللانتوس بتاعته، وهياخد الجرعه اللي قبل الوجبه الرئيسيه ياخدها قبل الفطار، وقبل السحور يقلل من جرعه من الجرعه اللي هي بياخدها قبل الفطار. طيب لو انت بتاخد انسولين مرتين، لو بتاخد انسولين مرتين يعني مثلا فرضنا بتاخد الصبح 20 وحده وبالليل 10 وحدات، الجرعه اللي بناخدها قبل الفطار هناخدها هي قبل الفطار. الجرعه اللي بناخدها قبل العشاء هنقلل منها 25%. يعني لو انت بتاخد 10 وحدات هتخليهم 7. انا شخصيا بشتغل امانا بخليها 50%. يعني لو باخد 10 بناخد 5، لو بياخد 10 هنخليهم كام؟ 5. طيب حالتين هتفطر فيهم لو انت بتاخد انسولين. لو سكرك زاد عن 300 هتفطر على طول عشان ما تخشش في جفاف وتدخل في حاجه اسمها حموضه في الدم. لو سكرك قل عن 70 ان هتهبط وهتدخل في غيبوبه هبوط السكر، وده حاجه ما نحبهالكش ابدا. تمام؟ لو انت صايم حسيت ان انت دايخ مهبط، قيس سكرك لقيته عالي، حسيت بجفاف شديد، حسيت ان انت بدات تدروخ، بدات تتوه وانت بتاخد انسولين، افطر. تمام؟ مريض السكر بياخد انسولين احنا بنخاف عليه من ايه؟ بنخاف عليه رقم واحد انه سكره يوطى جدا، تاني حاجه سكره يعلى جدا. وسكره يعلى جدا ده بنخاف عليه بايه؟ بنخاف عليه من حاجه اسمها حموضه في الدم نتيجه الجفاف، نتيجه ايه؟ الجفاف. يبقى احنا كده فهمنا هنمشي نفسنا بعلاج السكر ازاي في رمضان. اللي عنده سؤال يساله، ويا ريت تشيروا الفيديو ده عشان الكل يشوفه والكل يستفيد. واشوفكم على خير الفيديو القادم ان شاء الله. واللي عنده حاجه عايز يستفسر عنها او حاجه اكتب عليها اتكلم عنها في فيديو ولا حاجه، اتفضلوا، انا تحت امركم، يشرفني طبعا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.